الفار الصغنون اللي عندي ارقدها. قصيت حرف الايه كده، حرف الايه على اسم احمد، وكل سنه وهو طيب. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بتكلفه اقتصاديه جدا هنعمل تورتيه حلوه جدا للاولاد، وكمان على حسب الحرف بتاعهم، ونقدر نفرحهم بحاجه بسيطه في البيت، والتكلفه طبعا اقل بكتير من الجاهز. ويلا نشوف عملنا الحرف الجميل ده ازاي. مجهزه يا جماعه الاسبونج علشان اعمل التورتيه معاكم. الفار الصغنون اللي عندي ارقدها، بس مش مهم، هنتصرف. كده كده هقصها حرف، فهشيل الطرف ده خالص. انا دلوقتي عايزه اعملها حرف الايه. اول حاجه جبت ورقه من بتاعه الكراسه، تكون نظيفه كده قد حجم التورتيه بالظبط. انا بوريكم على الورقه اللي هي الايه العملي، وقمت قصه حرف الايه كده زي ما احنا شايفين اهو. هنشيل بقى ده عشان اوريهولكم. قصيت حرف الايه كده، الحته اللي هي هتطلع من هنا دي هتطلع معايا كيك، فهشيلها. هكمل بها الحرف كده وهوريكم هعمل ايه. كده ده حرف الايه، هبدا اعلم التقطيع. بصوا كده علمت حرف الايه اهو، هقص بقى عليه. بسم الله. بصوا يا جماعه، هما الحرفين دول مش هيبقى لهم استخدام، مش هحتاجهم في الحرف تاني، بس طبعا مش هنرميهم. دول اللي طلعوا منها. دي كمان مش هيبقى لها استخدام، المثلث الصغنون ده. بصوا الحرف بقى كده ودي هتيجي كده، بس هنقطع بقى الحرف الناشف ده. انا قسمتها هنا اتنين لان سمك الكيك ما كانش عالي قوي. ما شاء الله، شايفين الكيك من جوه عامل ازاي؟ اللهم بارك. هنبدأ بقى نبطنها بالكريم شانتيه. انا هضيف شوية كده تحت علشان يثبتوها. ومعايا سيرب خفيف، كوباية سكر عليه كوباية مية وعصرة ليمونة، وهنسيبهم يغلوا حوالي 3 دقايق، ولازم يبقى بارد خالص. وهنبدأ نسقسق الكيك. هضيف الكريم شانتيه. ومعايا جناش شوكولاته. الجناش ده عباره عن 250 جرام شوكولاته، عليهم 50 جرام لبن او ميه، و20 جرام زبده. بسم الله.
ادهن سيرب. وادي الكريم شانتيه. هدخلها بقى الفريزر حوالي ربع ساعه بس يمسك نفسها شويه وبعدين نكمل. كده طلعتها من الفريزر بعد ربع ساعه. اديها طبقه كمان. كده خلاص. هدخلها الفريزر علشان تشد شويه. بسم الله. كده خلاص خلصتها. ادخلها بس 10 دقايق الفريزر الشوكولاته تشد علشان اقدر ازينها. طلعتها بعد ما الشوكولاته مسكت شويه ومعايا بسكوت اوريو. بسم الله. ومعايا فرماسيه. التزيين ده بقى انت وراحتك خالص، اي حاجه حباها. كده خلاص. حرف الايه على اسم احمد، وكل سنه وهو طيب. شايفين البساطه وحاجه بقى في البيت وتكلفتها حلوه جدا. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفه النهارده، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.